ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة المستمعين في هذه الليلة. نبدأ إن شاء الله في التعليق على الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، أو كما يقال لها اختصارا بنونية ابن القيم. سميت نونية لأن نهاية أبياتها تكون بحرف النون، نهاية الكلمات يعني بحرف النون، فسميت نونية لذلك. وهي منظومة عظيمة ومشهورة، من أعظم ما أعلم في ما نظم في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع والأهواء. وهي منظومة مشهورة لا نظير لها كما قلت لكم فيما أعلم. أبياتها جميلة جدا وسهلة الحفظ، وكلماتها سهلة المعاني أيضا. لهذا نرى العلماء يهتمون بها، ويعني تلقوها بكل حفاوة وسرور منذ أن صنفها ناظمها ابن القيم عليه رحمة الله إلى زماننا هذا، والعلماء يعتنون بها تحفيظا وتدريسا وشرحا وتعليقا. ومن الأئمة المعاصرين الذين شرحوها العلامة بن سعدي رحمه الله، له شرح عليها لكن لم أطلع عليه. ولشيخ مشايخنا ابن عثيمين أيضا شرح مطبوع ب4 مجلدات، وكذلك العلامة الفوزان له شرح على هذه المنظومة بمجلد واحد وهو مطبوع، وكذلك العلامة محمد خليل هراس له شرح عليها بمجلدين مطبوعين. وحشرت نفسي بزمرة هؤلاء العلماء وتوكلت على الله واستعنت به في شرح 4 فصول من هذه المنظومة. وكنت قبل سنة تقريبا أو أكثر شرحته فصلا مطولا منها، وهو فصل وصف الجنة وما أعده الله عز وجل لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. من كان منكم يعني معنا يتذكر ذلك. أكثر من 700 بيت شرحنا في السنة الماضية، وفي هذه السنة نشرح إن شاء الله 4 فصول منها. كل أسبوع نأخذ فصل نعلق عليه بإذن الله، لأنها منظومة طويلة، هي منظومة طويلة جدا، أكثر من 6000 أو 5900 بيت، يعني حوالي 6000 بيت، فتحتاج لهمة عالية. وهي والله جديرة بالعناية، هذه المنظومة جديرة بالعناية والاطلاع عليها، لأنها تتضمن عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة في الرد على المخالفين لعقيدة السلف، والرد على جميع الطوائف الضالة المنحرفة. فهي كنز ثمين للعقلاء، وكيف لا تكون كذلك وهي لتلميذ ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. هذا الرجل الذي طبعا أنا ذكرته له ترجمة في تعليق على وصف الجنة، ولكن لا يمنع أن أذكر بعض ما قيل فيه. قال عنه برهان الدين: ما تحت أديم السماء رجل أوسع منه علما. ما تحت أديم السماء رجل أوسع منه علما. وقال عنه الحافظ بن حجر العسقلاني: كان جريء اللسان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذهب السلف. وقال عنه ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير:
كان حسن القراءة والخلق كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يحقد على أحد، وكنت من أحب الناس إليه. هذه بعض صفات هذا الناظم رحمه الله، هذا الإمام العالم. ويعني حتى لا أطيل عليكم، من أراد الاستزادة من ترجمته فقد ذكرتها في شرح فصل وصف الجنة وما أعده الله عز وجل لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. في أول الدرس شرحنا أو ترجمنا له ترجمة عطرة. من أراد الاستزادة يعود إلى تلك الدروس، وهي مسجلة ولله الحمد موجودة على الشبكة. هذا العالم الجليل الذي أعطاه الله عز وجل علوم كثيرة، إذا طالعتم كتبه تجدونه، إذا يعني نظرتم في الحديث تجدونه إمام المحدثين وأمير المؤمنين في علم الحديث، وإذا نظرتم إلى الفقه تجدونه الفقيه المجتهد، وإذا نظرتم للتفسير تجدونه من أئمة المفسرين، وهكذا في الأدب والبلاغة. يعني هو بحر من بحور العلم، العلوم الشرعية، ولا يستغرب ذلك منه. لا يستغرب أن يكون هذا الإمام ابن القيم أنه بهذه المنزلة، لأنه كان يلازم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لازمه حتى مات، وأوذي معه أذية شديدة من الصوفية أعداء السنة. وكان قبل ابن تيمية، قبل ما يلتقي يعني بابن تيمية، كان تائها وضالا في العقيدة. كان عنده علم لكن ما كان على منهج السلف ولا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة. فقيض الله عز وجل له هذا الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله حتى أوقفه على منهج السلف وعرفه به، وفقهه بفقه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلما رأى الإمام ابن القيم منهج السلف في ذلك الزمان، كان الناس معرضين فيه عن العلوم النافعة وعن فقه السلف في تعلم الكتاب والسنة. كانوا منشغلين بعلم الفلسفة والكلام والبدع والخرافات والأهواء. فلما رأى أن الله عز وجل نجاه بابن تيمية أثنى على شيخه. وهذه عادة يعني السني، أنه لا ينكر الجميل، بخلاف اللئام الذين إذا تعلموا من مشايخ أهل السنة طعنوا فيهم فيما بعد عندما ينضجون يعني في العلم، يبدأون يطعنون في مشايخهم. فعلى كل حال يعني ذكر أنه استفاد استفادة عظيمة من شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الله عز وجل أنجاه من الضلال بابن تيمية. فقال في بعض الأبيات: يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يعني يقول هذه البدع والأهواء التي أنتم فيها أنا كنت فيها، ومع أنني كنت أديبا بليغا مجتهدا مفسرا محدثا فقيها، مع ذلك ما استطعت أن أتخلص من هذه البدع والأهواء، وكنت ذا طيران، كان عندي الآلية التي أتخلص بها من هذه الشباك وأطير إلى منهج أهل السنة. لكن يعني بعد ذلك قال: حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانة فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. وبالمناسبة يا أخوانا، أسكن بمكان يعني قريب جدا من أصل ابن تيمية، من مدينة حران. أنا أسكن بجانب مدينة حران مباشرة، يعني بيني وبينه مسافة قصيرة جدا، بين منشأ هذا الإمام الحبر ابن تيمية رحمه الله. لكن لو ترون اليوم أرض حران ما فيها من البدع والخرافات والتصوف والدجل وغير ذلك، يعني تقولون سبحان مغير الأحوال. على كل حال يقول: حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران، والله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. قبضت يداه يدي فلم نرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت علام المدينة حولها يزكو الهدى وعساكر القرآن، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان. يعني يقول أن ابن تيمية رحمه الله جعله كأنه يعيش بالمدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هكذا يصور ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم رحمه الله فضل طلب العلم
على يد ابن تيمية، كيف نجا بعدما كان تائها وضالا في العقيدة، كيف أنجاه الله عز وجل ويعني جعله من أهل السنة، فيدعو لشيخه بأن يجزيه الله الجنة ويعني يعامله بالذي يستحق وبما يكون هو أهله. قال بعد ذلك، أو نبدأ على بركة الله بعد هذه المقدمة بقراءة الفصل المذكور يعني عندكم في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. هذا الفصل بارك الله فيكم نقرأ الأبيات التي جاءت فيه، يعني نقرأ ما تيسر منها ونعلق عليه، وكل أسبوع إن شاء الله في مثل هذا اليوم سنأخذ فصل، وهي 4 فصول يعني اعتمدتها في هذه الأيام أننا نعلق عليها، مع ما شرحناه سابقا في السنة الماضية من فصل وصف الجنة وما أعده الله لأوليائه المتمسكين بالكتاب والسنة. وهكذا إن شاء الله كل سنة نشرح ما تيسر من فصول هذه المنظومة حتى ننتهي. كنا قد شرحنا سابقا أكثر من 700 بيت، وسنشرح إن شاء الله بقدرها في هذه الأيام، فنسأل الله الإعانة. قال الناظم رحمه الله: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله وما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان، لما تحيزتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتساب أولي التفريق نسبة من 4 معلومة التبيان، فلذا غضبتم حيثما انتسبوا إلى خبر الرسول بنسبة الإحسان، ووضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان، هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان، ما ضرهم الله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. في هذه الأبيات بارك الله فيكم يوبخ الناظم رحمه الله أعداء السنة ويبشرهم بالخسران، لأنهم تولوا الشيطان بمعاداتهم لأهل السنة وحملة الحديث، ويقول لهم: أما علمتم أن أهل الحديث هم أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام وخاصته؟ وقد صدق بذلك رحمه الله. وطبعا يا أخوة نعني بأهل الحديث، عندما نقول أهل الحديث نعني به أولئك القوم الذين يطلبون علم الحديث ويحفظونه ويعملون به وينشرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس وينشرونها في الآفاق، ويتحملون الأذى والعدوان من أعداء السنة ويصبرون على ذلك، وما يدعون الناس لاتباع حزب ولا جماعة، ولا يدعون الناس لاتباع شيخ معين أو اتباع جماعة معينة وحزب معين، ولا يدعون الناس لاتباع أي شيء آخر سوى السنة وتعظيم السنة والعمل بها والتحاكم إليها، وما ينطقون بحكم إذا حكموا بين الناس ما ينطقون بشيء إلا بدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفتون إلا بدليل من سنته صلى الله عليه وسلم. عقيدتهم مستنبطة من السنة، أخلاقهم، معاملاتهم، كل شيء، فتاواهم، كل شيء متعلق بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، فحق لهم أن يكونوا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم ومن خاصته ومن أنصاره. ولا نقصد أبدا أولئك الذين طلبوا علم الحديث ونسبوا إلى أهل الحديث ولكنهم حزبيون، إما سرورية وإما يعني إلى غير ذلك من الفرق الضالة، فلا نعني أولئك عندما نقول أهل الحديث. أهل الحديث هم الذين يطلبونه ويتعلمونه ويدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث، هؤلاء هم أهل السنة. أما بارك الله فيكم غيرهم ممن يطلب علم السنة ليتآكل بها ويحصل بها يعني بعض متطلبات الدنيا ولا يعمل بالسنة،
كما هو حال كثير من الناس، فهذا لا يعتبر من أهل الحديث ولا من أهل النبي عليه الصلاة والسلام وخاصته ولا من أنصاره صلى الله عليه وسلم. فيقول الناظم لأهل البدع بعد توبيخهم: أما علمتم يا أهل البدع والأهواء أن أهل الحديث يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الدين الصحيح والاعتقاد الصحيح للناس؟ أما علمتم أن الذي يبغضهم يكون منافق؟ ولعلكم بارك الله فيكم تتساءلون لماذا الناظم وصف أعداء السنة بالنفاق؟ لأنه بارك الله فيكم لا يبغض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار إلا المنافق. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم إلى الأنصار في المدينة، كان يعني كما تعلمون من أذى المشركين كفار قريش ومشركينهم ومشركيهم، تلقى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أذى كثير منهم، فهاجروا إلى الأنصار. والأنصار الذين يعني آووا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروه ودافعوا عنه واستقبلوه واحتفوا به هم الأوس والخزرج، فهؤلاء يسمون أنصار لأنهم ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه ونصروه في دعوته، دعوة التوحيد، فاسمهم الأنصار. من كان يبغضهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام منافق. يعني آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال. فهذا لأنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا سنته ودعوته، فهذه من قبلهم. وكذلك أهل الحديث في هذا الزمان الذين ينصرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون الناس إليها. فليس لفظ الأنصار بارك الله فيكم متعلق بجماعة معينة أو بزمان معين. الأنصار هم الذين يأتون على يعني كل زمان، يأتون في كل زمان ينصرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعون الناس إليها. وأعداؤهم الذين يبغضونهم، لأن أهل البدع من سماتهم وصفاتهم بغض أهل الحديث، بغض أهل السنة. هذه علامة لصيقة في كل أهل البدع، سواء كانوا خوارج أو كانوا صوفية أو كانوا روافض أو غيرهم. من علامة أهل البدع بغض أهل الحديث، فالذي يبغضهم كالذي يبغض الأنصار في ذلك الزمان، الأوس والخزرج. يعني هذا هو مقصد في أن الذي يبغض أهل الحديث في هذا الزمان أو في زمنه رحمه الله منافق. فالذي يبغض الأنصار الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم نصروا سنته صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه فهو منافق. كذلك الذي يبغض أهل الحديث في هذا الزمان ويكون من أعدائهم وخصومهم كذلك هو من المنافقين. وطبعا ليس لأهل الحديث ولا لأهل السنة جريرة اقترفوها سوى أنهم اعتنقوا وسلكوا طريق النبي عليه الصلاة والسلام في اعتقادهم وفقههم وفتاويهم وآدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وبيعهم وشرائهم وسياستهم وكل شيء. كل شيء في حياتهم يرجعون به إلى السنة ويتعلمون السنة حتى يعملوا بها وينصحون الناس إليها ويدعون الناس إليها ويحكمونها فيما بينهم. فهذه جريرتهم وهذا ذنبهم الذي اقترفوه، أنهم من أنصار سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتباعها، مخالفين لأهل البدع والأهواء. هذا هو الذنب الوحيد الذي جعل أهل البدع يبغضون أهل الحديث. لهذا بارك الله فيكم يعني وبخ الناظم أهل البدع والأهواء وقال لهم ما ذنبهم إذ خالفوكم لقوله، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وافقوكم لمدحتموهم وأثنيتم عليهم. فولاء أهل البدع ضيق، ولاؤهم وبراؤهم ضيق، لأنهم يوالون ويعادون على الحزب والجماعة، ما يوالون ويعادون لأجل الدين كما يفعل السلفيون أهل الحديث والأثر، لأنهم لا يهتمون للدين أصلا، وهم يتمسحون به حتى يضللوا الناس ويستميل الناس إليهم لمآربهم الخسيسة الدنيوية. يظهرون التدين والاستقامة، لكن حقيقتهم أنهم لا علاقة لهم في الدين ولا بنصرة الدين ولا بالاستقامة، إنما يريدون بذلك أكل أموال الناس كما تفعل الجماعات الحزبية والجمعيات اليوم في هذا الزمان، كما كان يقول شيخنا مقبل والشيخ ربيع وكثير من المشايخ يقولون الجماعات الحزبية ما نصرت الدين. الجمعيات هذه التي تجمع فيها الأموال ما نصرت الدين أبدا. الجمعيات همها المال،
ويظهرون للناس أنهم يهتمون بالكتاب والسنة ويهتمون بحفظ القرآن وبحفظ السنة، ويظهرون يعني بعض الأقوال، ويظهرون بعض مقاطع الفيديو أنهم عندهم حفاظ وعندهم أناس من أهل العلم، لكن حقيقتهم الذي يكون قريب منهم يجد أنهم يكذبون بذلك، إنما يريدون بذلك سلب أموال الناس والتعيش بهذه الطريقة. فلا تغتروا بارك الله فيكم بأهل الجمعيات، لأنه لا يعرف يعني جمعية استقامت وبقيت على السنة. في بدايتها نعم قد يكون بعض أهل السنة فيها، لكن لا يزال فيهم الشيطان حتى يحرفهم عن السنة، ويصبح همهم جمع المال فقط، جمع الأموال وملء الجيوب. وأما الناس تتخبط في البدع والأهواء والضلالات لا يهمهم ذلك، ولا يعني ينجون الناس ولا يسعون إلى استقامة الناس وإعادتهم إلى ما كان عليه السلف الصالح. يبدأون يقولون من الحكمة الرفق واللين ومجالسة أهل البدع، وهكذا يميعون الدين. فهؤلاء أهل الأطماع الخسيسة ما ينتصر بهم الإسلام، وسيكون لهم الخزي والعار في الدنيا، وتكون لهم مذلة في الدنيا، وفي الآخرة لهم جزاء عند الله عز وجل إذا لم يتوبوا إلى الله. فحقيقتهم بارك الله فيكم أنهم لا ينصرون الإسلام. هكذا بارك الله فيكم الجماعات الحزبية التي تدعي الجهاد، همهم جمع الأموال، يعني ينادون بالجهاد، ينادون برفع الظلم عن الناس، وعندما يغتر بهم الناس ويرسلون إليهم الأموال ويعني يدعمونهم يظهرون الوجه الآخر بشراء الأبنية والأشياء الرفاهية في الدنيا دون علم الناس هؤلاء المساكين المتبرعين. فلا بارك الله فيكم، فلا تلتفتوا ولا يعني يغشكم ويغركم هذا المظهر الخارجي الذي فيه استقامة. دائما حاولوا أن ترتبطوا بالعلماء الكبار، هم الذين يدلونكم على الحق والصواب، يقولون لكم اعطوا فلان أو ادعموا فلان. هكذا بارك الله فيكم، يعني تربينا على أيدي العلماء وقالوا لنا هذا القول، أننا لا نغتر بأهل البدع والأهواء، ولا نغتر بالجمعيات، ولا نغتر بكل شخص يظهر لنا ويقول أنه يهتم بنصرة هذا الدين لكن يحتاج إلى دعم. الذي ندعمه هو السني السلفي الذي يشير إليه العلماء وينصحوننا به. فهؤلاء بارك الله فيكم يعني الذين يوبخهم ابن القيم رحمه الله، قال أنهم يظهرون التدين والاستقامة، وحقيقتهم غير ذلك. حقيقتهم أنهم لا ينصرون الدين ولا ينتصرون له، همهم المناصب والجاه والسيطرة والسطوة على الأموال. لكن هؤلاء الله عز وجل يمكر بهم، كما قال حماد رحمه الله، يقول من تعلم الحديث لغير الله مكر به. والله عز وجل قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهؤلاء جزاؤهم سيأتي، لا محالة. وعلى كل حال الناظم في هذه الأبيات يعني بعد توبيخ أهل البدع يقول لهؤلاء السفلة أن أهل الحديث ليسوا مثلكم، ما يتركون قول النبي عليه الصلاة والسلام لأقوال المشايخ أو لأقوال الداعمين أو لأقوال الكبراء، ويعني لا يهتمون بهذه الأمور الدنيوية مثلكم، بل يتبعون الدليل ويعظمونه ويردون كل قول يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان قائله إماما متبع، مثل الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم ومن هو أفضل منهم، كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمنا من منهج السلف أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقول من خالف الكتاب والسنة ولو كان جليل القدر أو عظيم العلم. فهذا ما يعني كان عليه مشايخنا، وهذا ما كان عليه سلفنا الصالح، حتى أن الشافعي يقول يعني كل حديث أو كل قول مني يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وهكذا قال أبو حنيفة لتلميذه أبو يوسف القاضي عندما كان يكتب كل كلمة تخرج من فم أبي حنيفة، قال له يا أبا يوسف لا تكتب عني كل ما أقول، فإني أرى اليوم القول وأتركه غدا. وهذا رأي ليس بوحي يعني. وهكذا قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الإمام أحمد عجبت لأقوام عرفوا الحديث كيف يذهبون لرأي سفيان الثوري ولرأي مالك. فهذه وصايا أمتنا بارك الله فيكم، وصاياهم ووصايا من قبلهم من سلفنا الصالح من الصحابة،
أننا لا نقدم على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحد، وهذا ما مدحهم فيه الناظم، أنهم لا يقدمون على قول النبي عليه الصلاة والسلام أحد. ولعل كثير منكم يعلم وقد قرأ وسمع بأثر ابن عباس عندما جاءه رجل وقال له: إنني يعني سمعت أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا في مسألة من مسائل الحج، أنه يعني لا يجب أن يكون متمتعا أو قارنا، بل يكون مفردا فقط حج ما في عمرة. فقال له: لكن السنة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمتع بالعمرة إلى الحج. فقال له: لكن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا. قال له: تكاد تسقط علينا حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله تقول أبا بكر وعمر؟ في أمثال هذه الأحاديث يعني تربينا وتعلمنا المنهج، وأننا لا نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام أحد. هذا المنهج الذي نتبعه ولله الحمد لا يعجب كثير من الناس، لا في هذا الزمان ولا في زمان الناظم ابن القيم ولا في زمن السلف الصالح من الأئمة الأربعة ومن كان في طبقتهم. لا يعجب كثير من الناس، لأن هؤلاء المبتدعة يقدسون الأشخاص ويقدسون كبراءهم وساداتهم تقديسا فيه غلو وفيه مخالفة للشرع. نحن نحترم العلماء لكن ما نقدم أقوالهم على قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تشاهدون وواضح لكم ولكل سني إذا يعني نظر بعينيه التي في رأسه كيف بعض الناس يتعصبون لمشايخهم، كما تعصب في آخر فتنة حدثت في العالم هي فتنة ابن هادي، كيف يتعصب له يعني بعض الأتباع، مع أنهم نصحوا ونصح ابن هادي ونصح كثير من المشايخ بأن يتراجعوا عن هذا الباطل، لا يفرقوا السلفيين، يعني نكون أمة واحدة، نكون جماعة واحدة، نكون يد واحدة على من عادانا. لكن مع هذا أبى، وكان يحذر من كل دورة علمية يعني يشارك بها بعض مشايخ أهل السنة، وهذا لا شك أنه من تفريق الجماعة، هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. على كل حال لا يهمنا يعني الكلام في هذه الفتنة التي انتهت، إنما نضرب بها مثال فقط. فالشاهد أننا لا نقدم على قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا على ما جاء في الكتاب قول أحد كائن من كان، لا سيما إذا جاء من مبتدع. يعني إذا كان السني لا نقدمه، فكيف إذا جاء من مبتدع؟ المبتدع يعني هذا حتى لو نصح بأن يترك البدع يعرض ولا يقبل يعني القول المدعوم بالكتاب والسنة، لكن يعني يحب الهوى ويحب الضلال، والله عز وجل قد أضله بعدله عندما رأى من قلبه زيغ عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولو كانوا يحبون الحق ويحبون اتباع السنة ويحبون السلف الصالح والله لخضعوا لها وسمعوا وأطاعوا. فهذا هو الفرق بيننا وبين يعني أعداء السنة من المبتدعة كالجهمية والأشاعرة والخوارج والروافض والصوفية وغيرهم من الضلال، غيرهم من الضلال. ثم في نهاية هذه الأبيات التي قرأناها عليكم يعني يقول فيها الناظم أنكم وقعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. وهذه عادة أهل البدع يا أخوة، عادة أهل البدع أنهم ينبذون أهل السنة بألقاب قبيحة، ينفرون الناس عن دعوتهم. في يعني زمن الإمام أحمد لقب الإمام أحمد بأنه مجسم وأنه حشوي وأنه نابتة، وهو إمام أهل السنة والجماعة. فبالله عليكم يعني عندما تسمعون هذا عن الإمام أحمد ألا يخطر في بالكم قول الشاعر: هزلت حتى بانت من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فإذا كان هذا يقال في الإمام أحمد، فإذا قيل فينا فلا عتب ولا حرج. إذا كان إمام أهل السنة الإمام هذا الكبير، بحر من بحور العلم، وإمام وأمير المؤمنين في الحديث والفقه والاجتهاد والتفسير، يقال عنه هذه الألقاب القبيحة، فإذا قيل عنا في هذا الزمان أننا مداخلة وجامية ووهابية ومشبهة وغير ذلك فلا يعني نستغرب، لأن هذه عادة أهل البدع والأهواء. بل أن بعضهم يعني عنده غلو، يقول أنتم كفرة والعياذ بالله ويجب قتلكم، كما يصرح بذلك الروافض وكما يصرح الخوارج والصوفية الغلاة.
هذه الطوائف الزائغة دائما يتوعدون أهل الحديث بالتنكيل، ويعني لو تسنح لهم الفرصة يقتلونهم، كما كانوا يؤذون شيخ الإسلام ابن تيمية والناظم هذا ابن القيم رحمه الله. كم تحملوا من الأذى وكم تحملوا من السجن، وحتى مات في السجن شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الكذب والافتراء والبهتان الذي يوصف به أهل الحديث وأهل السنة السلفيون يتعرضون له في كل زمان، ويؤذون لا لأجل شيء كما قلت لكم قبل قليل، فقط لأنهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته. وهذا ما يغيظ أهل البدع، كيف شيخهم وحبيبهم ليس على السنة، وكيف نحن الذين في أنظارهم لا شيء ولا قيمة لنا على السنة، فيغيظهم ذلك. فيقولون ما لنا إلا أن نقدح فيهم ونظهر فيهم بعض العيوب حتى يتركهم الناس ويتركون هذا الطريق والهدي النبوي. لكن يعني بإذن الله نبشرهم ونقول لهم بل هذا يزيدنا ثباتا على هذا الطريق ولله الحمد. ومع هذا مع الأسف يعني يوجد بعض من يستجيب لهم، وعندما يؤذى في الله يستجيب لهؤلاء الضلال ويترك السلفية أو يترك دعوة التوحيد أو يترك طلب العلم حتى لا ينسب لمقالة أو لحالة أو لمكان أو لقائل، كما قال الناظم إنهم نسبوا للسنة دون مقالة أو حالة أو قائل أو مكان. فهم لا ينتسبون لأحد أهل السنة، ما ينتسبون لأحد إلا للحديث وللأثر، لهذا يسمون بأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة. هذه من ألقابهم وأسمائهم وكلها مسمى واحد، والسلفيون كلها تدل على شيء واحد، كلها تدل على شيء واحد. نحن لا ننتسب لأشياء وألقاب أخرى كما ينتسب يعني بعض أهل الأهواء والبدع للطرق، نقشبندية وقادرية ورفاعية وسهروردية وغيرها من الطرق الباطلة، أو كما ينتسب الأشاعرة يقولون نحن أشاعر ويفتخرون، والروافض يفتخرون أيضا، والخوارج يفتخرون بداعش وغيرها وتنظيم القاعدة. نحن الحمد لله ننتسب للحديث، ننتسب لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولله الحمد. فلا شك أن هذا يغيظ أهل البدع، ونقول لهم موتوا بغيظكم، نحن أهل الحديث الطائفة الناجية المنصورة بإذن الله، كما قال الإمام أحمد لما سئل عن الطائفة الناجية المنصورة قال إذا ما كانت الطائفة الناجية المنصورة هم أهل الحديث فلا أدري من هم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ومن أكثر صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا أخو من أهل الحديث. أهل الحديث هم أسعد الناس بهذا الحديث، أنهم أولى الناس قربا من مجلسه يوم القيامة لأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بكثرة. فأهل الحديث أسعد الناس بهذا الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كلما مروا بحديث صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه منقبة للمحدثين والذين يشتغلون بالحديث، أنهم هم حماة الدين وحماة العقيدة، وهم الذين يدافعون عن الكتاب والسنة وينصرون هذا الدين وهذه الدعوة. ولا يوجد طائفة اليوم على وجه الأرض تفعل فعل أهل السنة والجماعة. هل رأيتم صوفيا يقرر التوحيد؟ هل رأيتم خارجيا مثلا يرد على أهل البدع؟ هل رأيتم الروافض أو الأشاعرة أو غيرهم يحمون الدين كما يحميه أهل الحديث؟ لهذا قال أبو بكر بن عياش رحمه الله لقد جعل الله عز وجل الطائفة المنصورة حراس الدين، وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين، فشأنهم حفظ الآثار واقتباس ما شرع الرسول المصطفى، لا يرجون بذلك ولا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته قولا وعملا وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا أصولها وكانوا بذلك أحق بها وأهلها. هذا ما قاله أبو بكر بن عياش رحمه الله. وقال ابن وردان عن شيخه يزيد أنه كان يعني لما يرى أهل الحديث يقول لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أهل الأسانيد، لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أهل الأسانيد، يعني أهل الحديث. وأبو داود رحمه الله يقول لولا هذه العصابة يعني أهل الحديث لاندرس الإسلام. والحمد لله مناقب أهل الحديث كثيرة، يعني لا تحتاج أننا ندل عليها وأننا نحدثكم بها، أنتم
على علم بفضائل الحديث وبفضائل أهل الحديث. ثم يعني يقول الناظم في نهاية هذه الأبيات للمبتدعة: هذا ما أغضبكم أنهم انتسبوا للحديث وعملوا بالسنة. والأوزاعي كان يقول: ليس أحد يعني صاحب بدعة تحدثه عن رسول الله بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث. وهذا والله يا أخوة مشاهد. تعالوا إلى الخارج يقول له قال رسول الله، اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يبغضك ويبغض هذا الحديث، ويتمنى لو أن هذا الحديث ليس بموجود، أو أنه يتمنى أن يمسحه من صحيح مسلم. هكذا أهل البدع يا أخوة. تأتي إلى البدع صاحب الأذكار والطرق والضلالات تقول له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يبغضك ويبغض الحديث هذا. وهكذا أهل البدع، ما تحدث أحد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبغض الحديث. وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وقال قتيبة بن سعيد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحب الحديث فاعلم أنه يحب أهل الحديث فاعلم أنه على السنة. إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث فاعلم أنه على السنة. وإذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فاعلم أنه مبتدع. لهذا يا أخوة علامة السني في هذا الزمان حب الشيخ ربيع، حب الشيخ الألباني، حب الشيخ الفوزان، حب الشيخ ابن عثيمين وابن باز. هؤلاء العلماء الذين نصروا السنة ودعوا الناس إليها. إذا رأيتم الناس تنصح بهم وترجع إليهم وتنهل من معينهم فاعلموا أن هذا فيه خير وسني. وإذا رأيتم يطعنون بهم، يقولون عنهم مرجئة، يقولون عنهم نابتة حشوية كذا، مشايخ سلطان، مشايخ حيض ونفاس وغير ذلك، فاعلموا أن هذا مبتدع وغسلوا يديكم منه وكبروا عليه 4. لأن جعلت هذه علامة فيهم أنهم يطعنون في أهل السنة. ولهذا قال ابن أبي داود في حيته: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فالنجاة والربح والفوز في الدنيا والآخرة باتباع السنن وباتباع الكتاب وعلى منهج السلف. ما يعني يلقب فيه الجاهلون والمبتدعة أهل السنة بهذه الألقاب القبيحة لا تهمنا والله. يعني هم فرق ضالة ومنحرفة، وغاضهم أنهم ليسوا على السنة ونحن على السنة. وهذا الكلام نجعله تحت أقدامنا لا نهتم به ولا يضرنا. الكلام هذا الشتم، السب، اللعن، الألقاب القبيحة، تخذيل أهل السنة وأهل الحديث عن الدعوة، يعني كل هذا موضوع تحت أقدامنا. نحن لا نبحث عن رضا فلان ولا علان، ولا يهمنا رأي فلان ولا علان فينا، طالما أننا نرضي ربنا وطالما أننا نعمل بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والله ما يهمنا رضي فلان أو غضب منا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه. فمهما حاولوا أن يشوهوا صورة أهل السنة الله عز وجل سينصرنا عليهم، مصداق قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم دعوهم في جهالتهم وفي بدعهم ويذهبون إلى مزبلة التاريخ بإذن الله. ثم قال الناظم بعد ذلك: يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيه العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان، ولسوف تجني غبها والله عن قريب، وتذكر صدق ذي الإيمان. فإذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زمان، فهناك تقرع سن ندمان على الذي أو على التفريط وقت السير والإمكان، وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في سالف الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان، والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان، والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن، والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان.
في هذه الأبيات بارك الله فيكم ينادي الناظم على أهل البدع والأهواء وعلى علمائهم، علماء السوء الذين ملكوا المناصب في زمنه، في زمن الناظم وفي زماننا أيضا، هم أهل المناصب وأهل الجاه وأهل يعني كافة وعامة المساجد بين أيديهم، والمراكز والمعاهد وكل شيء، والإمامة والخطابة والإفتاء والقضاء، كل شيء بيد أهل البدع في زماننا. وفي زمان الناظم كذلك كان الصوفية والأشاعرة والجهمية والمعتزلة والخوارج أيضا لهم مناصب وحظوظ دنيوية ثانية تمتعوا بها، ويعني يقول لهم تمتعوا بهذه المناصب، وتمتعوا بأطيب المآكل والمشارب، يا من جالستم كبار رجال الدولة وسلاطين الدولة والحكام وغريتموهم وجعلتموهم يكيدون بأهل الحديث ويعذبونهم ويسجنونهم. هنيئا لكم هذا النصيب الفاني من الدنيا الذي تركتم الحق إيثارا للباطل عليه، إيثارا في الدنيا على الآخرة، تركتم السنة واتبعتم الهوى والبدع خوفا من زوال هذه المناصب والجاه والرئاسة على الناس. لكن غدا عندما يأتيكم الموت سوف تندمون أشد الندم وتعضون أصابعكم ندما وحسرة عندما توضعون في هذه الحفرة لوحدكم. ستصبح عليكم هذه الحفرة يعني حفرة من حفر النار كما قال الإمام أحمد، ونقل عنه هذا الناظم رحمه الله ابن القيم، نقل عنه هذا في إعلام الموقعين، قال: قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد وزهاد أهل البدع حفرة من حفر النار. فهذا هو الذي أشار إليه في هذه الأبيات الناظم، يقول: ستجنون عواقب عداوتكم لأهل الحديث وأهل السنة، كذلك تجنون ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا مناصب ولا قضاء ولا جاه ولا إمامة ولا خطابة ولا تدريس ولا مراكز ومعاهد، ما ينفعكم ذلك كله. ستجنون عواقب هذه العداوة لأهل الحديث يوم القيامة، لأنكم ما جئتم بقلب سليم، أي باعتقاد صحيح، وكان عندكم البدع والخرافات والزيغ والضلال والمخالفة الصريحة الواضحة للكتاب والسنة. وأقسم الناظم على ذلك أنهم سيتعرضون لعواقب عداوتهم بعقوبة في البرزخ وفي الآخرة، وأنه لن ينجيهم من هذا العذاب إلا الاعتقاد الصحيح واتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. أما الذي يأتي يوم القيامة ببضاعة الصوفية وبضاعة الأشاعرة وبضاعة الجهمية والمعتزلة الفلاسفة وبضاعة الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة، لا شك أنه سيبوء بالخسران، لا شك أن هذا من أهل الخسران والعياذ بالله. عندما توضع أعمالهم الخبيثة واعتقاداتهم الباطلة في كفتي الميزان، لا شك أنها ستكون خاسرة ويندمون يوم لا ينفع الندم. فيقول لهم: تداركوا أنفسكم قبل مجيء ذلك اليوم العصيب عليكم، وستذكرون ما أقول لكم، فكونوا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكونوا يعني من أهل الحديث حتى لا تكونوا كالأنعام بل أضل سبيلا. يشبههم بالحيوانات الحيوانات لهم عيون ولهم آذان ولهم قلوب، لكن ما يستفيدوا منها شيء، ما يهتدون بها إلى الحق. كذلك الإنسان إذا اتبع الباطل وترك الحق، له أذنان وله عينان وله قلب، لكن ما يستفيد منها شيء. الله عز وجل شبه أمثال هؤلاء بالحيوانات، بالأنعام، بل أضلوا سبيلا. والناظم أيضا يأخذ هذا من التشبيه القرآني ويقول أنكم إذا تركتم اتباع الكتاب والسنة وما كنتم من أهل الحديث والأثر فأنتم من جملة الحيوان، أي من جملة الأنعام، بل أضلوا سبيلا. ثم قال: ولسوف تذكر بر ذي الإيمان عن قرب، وتقرع ناجذ الندمان، رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان، فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطا على القيعان، أو مهبطه على القيعان، لا الماء تمسكه ولا كلأ بها، يرعاه ذو كبد من الحيوان، هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخانه، والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع، إي والله شر زوان،
وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان، يمتص ماء الزرع مع تضيقه أبدا عليه وليس ذو قنوان، ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارس الإيمان، فعليه فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. يقول في هذه الأبيات الناظم رحمه الله مرة أخرى لأهل البدع والأهواء من المعطلة والمؤولة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يذكرهم بيوم القيامة، لأن هذه القصيدة بارك الله فيكم أو هذه المنظومة هي للرد على الجهمية وعلى الذين عطلوا الصفات وأولوها ويعني عبثوا بها. فيقول لهم أنهم سيندمون يوم القيامة ويعضون أسنانهم إلى النواجذ، يعضون الأسنان إلى نواجذهم إلى الأضراس، يعني من شدة الحسرة والندم على ما فاتهم من فضائل اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وما كانوا من أهل الحديث، وما سيأتيه من غضب الله وعذابه يوم القيامة، لأنهم لم يثبتوا صفات رب العالمين كما أثبتها أهل السنة واتبعوا بذلك أصحاب منطق اليونان، يعني يقصد بذلك الجهمية والمعتزلة. فلأنهم اتبعوا أصحاب منطق اليونان ولم يعتزوا ويحتفوا ويرفعوا رؤوسهم بالمنهج السلفي ولا كانوا من أهل الحديث وعلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، بل رضيوا بمنطق أرسطو اليوناني ورضوا بهذه العقيدة ونفروا من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى كلام الضلال هؤلاء الملاحدة اليونانيين، فأي ضلال بعد ذلك، وكم هي حسرتكم يا أهل البدع والأهواء يوم القيامة. ثم ضرب لهم مثلا، يقول أنتم كما قال عنكم النبي عليه الصلاة والسلام كالماء الذي نزل وهبط، كالماء يعني ماء المطر الذي هبط على القيعان، على الأرض السبخة، يعني التي لا تمسك ماء يتغذى به الحيوان يعني إذا مر بهذه الأرض، ولا تنبت كلأ يعني عشبا فتأكل منه البهائم، كما جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلأ، وكان منها يعني أرض أمسكت الماء فقط، وكان منها قيعان لا أمسكت ماء ولا أنبتت الكلأ. فحال أهل البدع هو الصنف الثالث، أن حالهم كحال الأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت عشب. أما أهل السنة فحالهم كحال الأرض الطيبة في أقل أحوالهم، إذا ما يعني أنبتوا العشب وحفظوا إذا ما أنبتوا العشب وانتفعت الأرض بهم، يعني يقصد بهم العلماء، على الأقل يحفظون الماء حتى الذي يمر بهم يدلونه على العالم الفلاني. هكذا حال علماء وعوام أهل السنة في كل أحوالهم خير، إما أنهم يدعون إلى السنة أو يدلون الناس على علماء أهل السنة فيأخذون بيدهم إلى طريق النجاة. أما أهل البدع فحالهم كما شبههم الناظم وكما جاء في الحديث كحال الأرض السبخة التي لا ينتفع بها لا بزراعة ولا بحبس الماء ولا لها أي يعني نفع أبدا. ثم شبههم بزوان الزرع ودلب الزرع، والزوان والدلب بارك الله فيكم هو الأشياء التي تنبت بجوار الزروع والثمار، التي هذه الأشياء الضارة التي تمتص الماء وتضيق على الزروع والثمار الماء. هذا يعرفه طبعا المزارعون، إذا سألتم أي مزارع عن زوان الزرع يقول لك هي أعشاب ضارة أو زروع ضارة تنبت بجانب الثمار والأشجار، تضر بالثمار تضر بالزروع وتفسدها ربما تحرقها إذا بقيت، يعني إذا ما استأصلها الفلاحون. فهكذا أهل البدع لا ينفعون الناس بشيء، وبقاؤهم في الأرض ضرر على الناس، ويضرون أيضا أهل العلم وأهل السنة، يؤذونهم يدعونهم يعني يلقبونهم بألقاب قبيحة، يسجنونهم كما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية وكما سجن تلميذه ابن القيم ناظم هذه المنظومة والقصيدة. فهكذا حال أهل البدع كحال زوان الزرع وكحال دلب الزرع، ولهذا شبههم قال أنتم يعني كالزوان وكالدلب. ثم قال في آخر البيت يعني يشير إلى شيخه الذي نجاه الله عز وجل به، يقول فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان، يدعو لشيخه يعني ابن تيمية
أن الله عز وجل يرضى عنه ويبقي علمه مدى الأزمان. والحمد لله نحن بعد 800 سنة نستفيد من علم هذا الإمام ومن علم تلميذه البار ابن القيم رحمه الله. نأخذ منهم العلوم الصافية التي ما فيها النقية، التي ما فيها كدر، ولله الحمد. ثم قال بعد ذلك: لولاه ما سقي الغراس فسوف لولاه ما سقي الغراس فسوق ذلك الماء للدلب العظيم الشان، فالغرس دلب كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان، فالغرس في تلك الحضارة شارب فضل المياه ومصاره البستان، لكنما البلوى من الحطاب لكنما البلوى من الحطاب قطاع الغراس وعاقر الحيطان، بالفأس يضرب في أصول الغرس كي يجتثها ويظن ذا إحسان، ويظل يحلف كاذبا لم أعتمد في ذا سوى التثبيت للعيدان، يا خيبة البستان من حطابه، ما بعد ذا الحطاب من بستان، في قلبه غل على البستان، فهو موكل بالقطع كل أوان، فالجاهلون شرار شرار أهل الحق والعلماء ساداتهم أولو الإحسان، والجاهلون خيار أحزاب الضلال وشيعته الكفران والشيطان، وشرارهم علماؤهم هم شرار الخلق آفة هذه الأكوان. في هذه الأبيات يقول الناظم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية: لولاه ما سقي قلبي بالعلم النافع والاعتقاد الصحيح، ولا عرفت منهج السلف ولا عقيدة السلف، لأن الأجواء التي كانت محيطة بي أجواء يعني كلها ضلال وكلها بدع وأهواء، وحتى العلماء الذين كانوا في زماني كانوا علماء ضلال، إما معطلة أو مؤولة أو صوفية أو غيرهم. فنجاه الله عز وجل بشيخ الإسلام، وهو يشبه ويمثل لكم بالزرع، يقرب لكم المعنى يا أخوة، يشبه لكم ما فعله شيخ الإسلام به وما يفعله أهل البدع لأهل السنة بالزروع والثمار، حتى يعني يتقرب إليكم المعنى وتعرفون كيف انتفع بشيخه. فيقول: بعدما كنت في الضلال في الاعتقاد هديت إلى الاعتقاد الصحيح، بعدما كان غرسي وزرعي يسقى بماء الدلب، بماء المضر. لماذا كان يسقى؟ كان يسقى بالبدع وبالأهواء من علماء السوء الذين كانوا في زمانه، كان يسقى من مائهم الكدر، ولشدة حقدهم كانوا هؤلاء أهل البدع والأهواء يعادون أهل الحديث والأثر كما يعادي الحطاب الحاقد على بساتين الناس، يأتي ويقطع أشجارها، وعندما يسأل لماذا قطعت الأشجار النافعة التي فيها ثمار يقول: ما كان قصدي ذلك، وهو قصده أن يفسد هذه البساتين على أهلها. وهكذا أهل البدع يفسدون الدنيا على أهلها بنشر بدعهم، وكما تعلمون أن البدع إذا انتشرت والمعاصي الله عز وجل ينزل على هؤلاء العباد البلاء، لأنهم ما قبلوا دعوة أهل الحديث ولا يعني بل نفروا منها ولا سمعوا وأطاعوا لما جاء في الكتاب والسنة، ولهذا يعني الله عز وجل ينزل عليهم البلاءات. ثم قال أن هؤلاء أهل البدع الذين يشبهون الحطاب الحاقد على بساتين الناس من يعينهم في هذه الأذية الجهال من الناس من العوام، يعينونهم في هذه الأذية أتباعهم الجهال الذين يظنون أن علماء السوء هم خيار الناس، وأما العلماء الناصحون الصادقون فهم شرار الناس. انقلبت الموازين عندهم، يعني كما هو الحال في هذا الزمان، أهل السنة وأهل التوحيد ودعاة التوحيد والسنة عند العوام شرار الناس، لهذا تسمعون منهم ألقاب قبيحة وألقاب منفرة عن المشايخ الكبار، عن الشيخ ربيع، عن الشيخ الفوزان، عن الشيخ الألباني، عن ابن باز وابن عثيمين ومن قبلهم، ومقبل وأحمد النجمي وصالح الحيدان ومن أشباههم، يقولون عنهم دعاة ضلالة ودعاة ومرجئة وعملاء وغير ذلك من الألقاب القبيحة. فالذي يعين أهل البدع والأهواء على أذية أهل السنة هم العوام الجهال الذين يلقبون علماء أهل السنة ودعاة التوحيد بأبشع الألقاب والأوصاف، حتى
يعني ينفر الناس عنهم، والحقيقة هي عكس ذلك، هي أنهم هم وأهل البدع والأهواء علماء السوء هم من شرار الناس، وهم حالهم أشبه بحال الحيوانات. أما أهل الحديث أهل الاعتقاد الصحيح فهم والله من خيار الناس، وهم كما عقد الناظم في هذا الفصل هم أنصار الرسول وخاصته. وبينت لكم أن لفظ الأنصار ليس خاصا بأولئك الصفوة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل لفظ الأنصار يعم كل شخص ينصر السنة ويدعو إليها ويتعلمها ويعمل بها وينشرها بين الناس. فكونوا بارك الله فيكم من الأنصار في هذا الزمان، حتى الله عز وجل يكرمكم بما يكرم به أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وبهذا نكون ولله الحمد انتهينا من التعليق على الفصل الأول من الفصول الأربعة التي يعني اخترناها للتعليق عليها تعليق مختصر. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم الأسبوع القادم إن شاء الله أن نعلق على الفصل الثاني، وهو فصل في تعين الهجرة من الآراء والبدع إلى السنة. ولا تظنوا أن الهجرة هي محصورة فقط أن تهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا، يوجد أنواع للهجرة ستتعرفون عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عندما نعلق على الفصل الثاني. وفق الله الجميع لما يحب الله ويرضاه، والسلام عليكم.